العربية اللي معايا النهاردة هي أرخص عربية فخمة في مصر. أنت متخيل الموضوع؟ أخيرا في حاجة فخمة ورخيصة. والمفاجأة بقى لما تعرف إن العربية دي أطول من هيونداي الانترا اي دي، وأطول من ام جي 5، وأطول من فيات تيبو، وأعلى منهم في الارتفاع عن الأرض، وأرخص منهم في السعر. فرحبوا معايا ببايك يو 5 بلس 2025 الجديد. وهنا سؤال مهم، هو أصلا العربيات الفخمة بتبان إزاي؟ بتبان من تصميم، بتبان من خامات مستخدمة، بتبان من المصانع اللي بتستخدموا العربيات الفخمه. يعني العربيه دي خارجه من نفس المصنع اللي بيصنع عربيات مرسيدس في الصين، وده مأثر عليها جدا في تجربه الاستخدام، ومأثر عليها جدا في الخامات المستخدمه في العربيه، وده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. طيب اول حاجه عايز اكلمك عنها هي تصميم العربيه. العربيه دي ملفته جدا للنظر واحنا ماشيين في الشارع، بقى لها معايا اسبوع تقريبا، وطول ما انا ماشي في الشارع طول ما نظرات الناس على العربيه، لدرجه ان في ناس ما تعرفش اصلا ان العربيه دي سعرها مميز كده. في ناس بتفتكر ان سعرها غالي وانها عربيه غاليه. العربيه بتتميز من قدام بالاضاءه ال LED الاماميه واللايت بار الخلفي اللي هنلف نشوفه دلوقتي، وجسم العربيه اللي قدامك اللي واضح قدامك ده 50% منه فولاذ. وهنيجي من الجنب هنا هنلاقي جنود تو تون، وهنيجي بقى للجزء الخلفي من العربيه هنلاقي ديزاين عبقري. هنلاقي العربيه دي بتيجي بلايت بار مميز قوي في الفئه دي، شكله حلو قوي. ده غير طبعا العربيه فيها كيلس انتري، نقدر نخش بدون ما نستخدم المفتاح، ومرايات ضم كهرباء، وفتحه سقف سانروف. طيب لو جينا نتكلم عن منظومه الحركه، فالعربيه بتيجي بموتور 1500 سي سي تنفس طبيعي، بيولد 111 حصان و142 نيوتن متر، متوصل بفتيس سي في تي احدث جيل ليه. الله على الشارع. احدث جيل ده ما فيهوش اللاج اللي احنا بنحسه والعربيه بتطلع، ما فيهوش استهلاك بنزين عالي. العربيه دي يا جماعه استهلاكها للبنزين كان عبقري. العربيه دي بتستهلك معايا استهلاك وصل ل 6.5 لتر لكل 100 كيلو، وفي زحمه المدينه وصل استهلاك البنزين ل 7.5 لتر لكل 100 كيلو، يعني زاد لتر واحد، وده برضه لسه استهلاك عبقري. اما بالنسبه للاداء بقى ككل، فالعربيه ثباتها على الطريق مميز قوي، والعربيه بتقدر توصل لسرعات عاليه براحتك عادي، بس مش اداء رياضي، هو اداء مايل اكتر للراحه. هي مش جايه تقدم رياضيه خالص، هي جايه تقدم لك راحه، سواقه بشياكه، ثبات كويس، توجيه ممتاز، وعزل صوت حلو قوي في الفئه دي. ده غير ان العربيه بتتعامل مع النقر والمطبات والحفر بطريقه احترافيه. انا مش فاهم يا جدعان بصراحه، السسبنشن في العربيه دي عظيم، هتتبسط وهتتفاجئ قوي من اداء العفشه في العربيه دي. طيب خلينا دلوقتي نركب ونشوف العربيه من جوه عامله ازاي، عشان دي نقطه مهمه. اركب يا نجم، اركب. اتفضل 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 يا معلم. تتبسط اول ما تشوف المنظر ده قدامك، تتبسط. بقول لك منظر مختلف عن اي عربيه في الفئه دي. ستيرنج ويل بتصميم الدي شيب العظيم، والفلوتنج سكرين اللي هي بتبقى طايره كده على الطابلو، فرامل يد كهرباء واوتو هولد، وعندك هنا مساحه تخزين عبقريه، مساحه حلوه قوي وكبيره قوي، بتشيل كذا حاجه، وكاب هولدرز. وهنا نيجي لنقطه الخامات اللي انا بكلمكم عليها. يا جماعه الخامات بتاعت العربيه دي تحفه، بتحط ايدك بتلمس كل حاجه ايدك بتلمسها عباره عن جلد، كل حاجه هنا جلد، سوفت تاتش هنا، سوفت تاتش هنا. الباب نفسه، وده اللي بقول لكم ان العربيه دي واخده كتير من مرسيدس، في 3 خامات مستخدمين في صناعه الباب هنا. يعني عندك فوق هنا جلد، وبعد كده تنزل لتحت تلاقي كربون فايبر، وبعد كده تنزل هنا تلاقي بيانو بلاك. ايه يا جدعان في ايه؟ كل ده عشان باب؟ ده غير ان الانتيريور كله عظيم جدا. الكراسي اللي انا قاعد عليها دي فرش جلد نابا، ده غير ان تصميم الكراسي مريح جدا، وفيها الدعامات الجانبيه اللي بتمسكك وبتحضنك كده. وكمان مع الملفات سواء داخل يمين او شمال، الكراسي بتقدر تمسكك ولا تروح كده ولا كده، ولا انت فاهمني بقى. شفت بقى الانتيريور العظيم اللي انا بتكلم عنه ده؟ امسحه كله، لان العربيه دي في منها نسخه موجوده برضو عادي في مصر. الانتيريور بتاعها جامد جدا، يعني مش اللون ده، في لون تاني مختلف انا شفته، حاجه زي اوف وايت كده. بص طيب نرجع تاني لتجربه القياده، عشان في حاجه نسيت اقولها لكم بالنسبه للستيرنج ويل. الطاره اللي قدامي العظيمه دي، الطاره دي يا جماعه شغاله بنظام اسمه الكتريك باور ستيرنج. العربيه دي طول ما هي ماشيه جوه المدينه، الطاره ناعمه جدا وخفيفه جدا، ماشيه على نظام اسمه السيتي مود. الطاره يا جماعه يعني يخرب بيتها، ناعمه نعومه مش طبيعيه، وبالذات بقى في الاماكن الضيقه ما تيجي تركن او الكلام ده، بتبقى ناعمه بطريقه صعب وصفها، لازم تجربها انت. لحد ما نوصل لسرعه ال80. فوق ال80 الطاره بتبتدي تعدل الوضعيه بتاعتها، ما بتبقاش سيتي مود، ما بتبقاش ناعمه، بتنشف شويه عشان تمسك بقى الطريق وتجري، وتكون الطاره ماسكه نفسها. طبعا اللي انا بقوله لك ده بيحصل بشكل اوتوماتيك من غير ما انت تدوس على اي حاجه. وطبعا اللي انا بقوله لك ده انت محتاج تجربه، انت لازم تجرب العربيه دي. وخلاص يا جماعه، الابل كار بلاي والاندرويد اوتو جايين قريب، يعني اتسالت السؤال ده كتير، او جايين يا جماعه خلاص قريب. تعالى بقى ننزل ونشوف موضوع بايك ومرسيدس ده ايه. المفاجاه يا جماعه ان بايك هي المسؤوله عن تصنيع عربيات مرسيدس في الصين، والعربيه اللي معايا دي تحديدا بتخرج من نفس المصنع اللي بتخرج منه عربيات مرسيدس. وهم هنا ماشيين في كذا تفصيله كده تحسسك فعلا لا الموضوع كبير. يعني مثلا الشاشات اللي شفناها جوه،
الشاشات دي زي ما قلت لك موجوده اصلا في عربيات مرسيدس، ده غير المصنع اللي بيقفل العربيه، ده غير فرش الجلد النابا، ده غير الباب المصنوع من 3 خامات، ده غير الكبوت. يا جماعه لما تفتح الكبوت وتشوف الموتور تلاقي الموتور كله متغطي ومتغلف عشان ما تلعبش في اي حاجه وعشان ما يحصلهوش اي ضرر. ده برضه زي اللي في عربيات مرسيدس بالظبط. يا جماعه الموضوع وصل لحد المفتاح، تعال اوريك. كيب مرسيدس هيعرف اللقطه دي. ده مفتاح ايه يا معلم؟ ده مفتاح السي ال ايه مرسيدس، والله هو المفتاح، يعني مش واحد زيه، ولا هو المفتاح بتاع السي ال ايه، هو نفسه مفتاح العربيه دي. ده غير ان بايك في مصر بيتعامل البراند معامله بريميوم شويه زي ما قلت لكم. يعني مثلا الفروع بيختاروا اماكن معينه يفتحوا فيها الفروع، مش بنفتح في اي حته. فاتحين في الشيخ زايد، فاتحين في كايرو فيستيفال سيتي، فاتحين في سموحه في اسكندريه. وهنا نيجي لاهم جزء في الفيديو، وسائل الامان. طبعا هتيجي تقول لي يا ابو حميد، اوعى تيجي تقول لي ان طبعا وسائل الامان هي اللي في مرسيدس. لا يا راجل، مش للدرجه دي يعني، بس هم مختارين كام حاجه مميزه برضه من اللي في عربيات مرسيدس. اولا العربيه دي فيها 4 ايرباج، واي بي اس واي بي دي واي اس بي، نظام الثبات الالكتروني. ده غير الالكتريك هاند بريك والاوتو هولد اللي شفناهم جوه. والعربيه فيها كاميرات 360 درجه وحساسات خلفيه وتاير بريشر مونيتور، نظام مراقبه ضغط الاطارات، وبلايند سبوت، نظام مراقبه النقط العامه، مراقبه الحاره المروريه. انت متخيل في الفئه السعريه دي في عندنا نظام مراقبه الحاره المروريه، لو العربيه خرجت عن الحاره المروريه بتاعتها بيديك تحذير. ده غير طبعا مثبت السرعه في العربيه. بايك يو 5 بلس بتيجي بضمان 7 سنين او 200,000 كيلو، والعربيه دي محتاجه حد يفهمها. انا حاولت افهمها لكم على قد ما اقدر، بس انت محتاج تفهم العربيه دي كارخص من كل المنافسين وكاعلى فخامه منهم، فمحتاج تقعد معاها 10 دقائق تقدر تجرب العربيه دي زي بالظبط من شركه بايك. العربيه دي انا بجربها بقالي اسبوع، تقدر تكلمهم وتعيش تجربه الفخامه بسعر حنين. وبس يا سيدي، ده كل اللي كنت محتاج تعرفه عن بايك يو 5 بلس. وما تنساش بقى تقول لي محتاج عربيه ايه تاني نعمل لها فيديو المره اللي جايه. وكان معاكم محمد الباشا، سلام.